هاي، مش ملاحظين اللي أنا بقيت أنزل فيديوهين في نفس الأسبوع؟ واو، دي حاجة مستحيل تصدقوها. صدقوا أو ما تصدقوش أعزائي المتابعين، أنا خلاص قررت أنزل أسبوعي، وبمناسبة إني خلاص هبدأ أنزل طبيعي شبه الناس الطبيعية، فما تنسوش تشتركوا في القناة، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس اللي هو ده، لأني لو انتوا ما فعلتوهوش فهيفوتكم فرصة تشوفوني وأنا بنزل أسبوعي. هي فعلا فرصة ما تتعوضش. وبعد ما تعملوا الكلام ده فهاتوا فشاركم ويلا خلونا نبدأ. كان يا مكان في إحدى القصور كان في عربية رايحة القصر ده، وفي العربية دي واحد ومعاه أخته، وفي لحظة هتقولوا أوه فعلا إنها أخته لأنهم شبه بعض. ده هو اللي إزاي؟ هم على فكرة مش إخوات. بس اصبروا عليا كده، خلونا نمشي أولا على نفس أحداث القصة. طبعا البطلة كانت في ملجأ بعد ما عائلتها توفت وما تبقاش غير أخوها، وعمنا أخوها ده هو كمان كان في ملجأ، بس الاختلاف بينهم إن أخوها اتبنوه عيلة غنية، أما بطلتنا اللي اسمها ليليا اتبنتها عيلة على قد حالها. المهم إنها انطردت لأن اللي كانت بتربيها ما بقتش عاوزاها، بما إنها سمعت إن ليليا عندها أخ بيدور عليها، فقالت يلا مع السلامة. وهكذا أختنا ليليا هتعيش مع أخوها إليوت في القصر اللي عامل زي قصور أفلام الرعب. طبعا عمنا إليوت بيقدمها للخدم وبعدها بياخدها لأوضتها، بس تحسوا رئيسة الخدم والخدم نفسهم نظرتهم للبطلة تخوف الصراحة. هو احنا دخلنا تصنيف رعب واحنا مش عارفين؟ المهم ان بطلتنا بالليل بتحلم ان في حد بيجري وراها، وبتصحى مفزوعة من الحلم، بس الموضوع بيعدي وبتنزل تفطر مع اخوها. لكن تحس ان البنت دي مركزة كل نظرها على إليوت. طب عيب عليكي، مش من اولها. بتعدي فترة واختنا ليليا بتدور على الحاجات اللي كان جايباها معاها، وبتطلع دمية كده كانت عندها وهي صغيرة، بيجيلها الفضول انها تفتش فيها، فبتلاقي صورة لعيلتها هي وامها وابوها واخوها، بس بتلاحظ ان اخوها في الصورة مش شبه اخوها حاليا. الله، طب ده معناه ايه؟ كده ليليا بتشك ان الشخص اللي تحت مش اخوها، فبتروح ليها عشان تتأكد من ان هو اخوها ولا لا. ايه الحلاوة دي؟ هل القمر بيطلع بالنهار وانا مش عارف ولا ايه؟ أنا بس كنت جاية عشان أسألك عن حاجة. بص أنا مش فاكرة أي حاجة عن أبونا وأمنا، بس كان في حد اداني دمية كده. هل تعرف مين اللي اداها لي؟ تقصدي دمية الدبدوب؟ أنا اللي اديتك الدمية دي. المهم إن هو بيقول لها عارف إن مر وقت طويل وإحنا مش مع بعض، بس خلينا نتعايش سوا ومع الأيام هنعيش كعيلة مرة تانية. طبعا ليليا بتطمن إن ده أخوها، وده لأن هو جاوب على سؤالها بشكل صحيح. بعد ما قال لها الكلام ده بيفرجها على مختبره بما إن هو عالم في الأحياء، وما شاء الله عمنا إليوت مهووس بحاجة اسمها تجميع الفراشات. عقبال الفراشة الكبيرة. المهم بعد الحوار ده خصوصا بالليل اختنا ليليا بتصحى على صوت صويت. هي القصة رعب ولا ايه النظام؟ المهم ان بطلتنا بتطلع تشوف مين اللي بيصوت، وبتشوف واحدة بتجري في اخر الطريق، فليليا بتروح وراها وبتتفاجئ بان في خادمة بتطلع من الأوضة، فليليا تسألها عن السيدة اللي كانت بتجري من قد شوية، فالخادمة مستغربة مش بتعرف ترد على ليليا، فرئيسة الخدم بتبقى معدية كده وليليا بتروح تسألها عن السيدة اللي كانت بتجري، بس رئيسة الخدم مش بتعبرها، وتقول لها انها اكيد بتتخيل والصوت الصراخي اللي ليليا سمعته اكيد صوت هوا، واحسن ليها انها ترجع اوضتها لان وجودها هنا بيسبب ليهم ازعاج، وكمان هي مش اول واحده تيجي القصر ده، كان في 3 غيرها. البطله اول ما تسمع الكلام ده متعرفوش هل هي مصدومه من الخبر ولا مصدومه من اخوها نفسه، فبتقرر انها تمشي، لكن عمنا إليوت بيجي عشان يفهم في ايه، بس مفيش فايده في اختنا ليليا. ازاي كان في نساء قبلي؟ هي البطله مالها كده؟ اخينا إليوت بيحاول يهديها ويقول لها نتكلم وافهمك اللي فيها، ولو مش عاجبك تفسيري ممكن ساعتها تمشي براحتك. البطلة بتهدى وبتحسب ان هو افتكر البنات اللي جابهم انهم هي، وإليوت هنا بيأكد على كلامها لانه فعلا كان بيدور عليها، وان هو حاول يتأكد من كل واحدة شك فيها، حتى ليليا نفسها كان شاكك فيها في الاول، بس لما ليليا جت تسأله عن الدبدوب فهو اتأكد ان هي فعلا اخته، وهنا ليليا بتعيط على كلامه لان هو كان بيشك فيها. ايه التناقض ده يا جماعة؟ مش حضرتك كنت عاوزة تمشي من قد شوية؟ عمنا إليوت يقول لها برضو القمر بيعيط وانا موجود، طبعا بيقصدني لان انا القمر يا جماعة. المهم بتعدي الايام وليليا بتقابل واحد من اصدقائها كان شغال في اسطبل، فليليا بتقترح عليه بدل ما هو شغال في الاسطبل ده يشتغل هنا في القصر، وطبعا عمنا إليوت قاعد باصص كده والموضوع مش مريحه. فدكم من ده وخلونا نيجي على الاهم. بالليل بتكون الاخت ليليا بتاخد المنديل كده وعلى اساس انها توريه لإليوت، بتخبط على اوضته وبيطلع عمنا إليوت اللي بيكون لسه طالع من الحمام. طيب عيب كده، كنت حضرتك تفك زرارين كمان عشان تخلينا نشوف اللوحة الفنية. هنا ليليا ما صدقت، وده كله وهي فاكراه ان هو اخوها. بجد ايه الهبل ده؟
المهم ان هو بيقرب كده ويقول لها عيب ان السيدة مزة شبهك تبقى قدام أوضة راجل في ساعة زي دي. فليليا بتاخد نفسها وبتهرب من قدامه. الوقت بيجري بينا تاني واختنا الحلوة نايمة بتحلم بنفس الكابوس وبتصحى منه عادي، بس الاختلاف هنا ان الحلم اللي كان بتحلمه انتقل للواقع. وبيظهر نفس السيدة بره أوضة ليليا وبتخبط على بابها جامد. والقصة هنا اتحولت لقصة رعب. واو، وانا بسجل لكم الساعة 2 بالليل. بيجي الصبح وليليا ما نامتش زي كده، وهي اول ما تسمع صوت اخوها بتجري على طول تشوفه، بس حالتها يرثى لها الصراحة. بيغمى عليها في حضن عمنا البطل، فهو بيهديها ويفهم منها في ايه، فتقول له الأوضة اللي في ريح اوضتي فيها واحدة عاوزة تقتلني. اليوت مش فاهم حاجة خالص، سيدة مين وبتاع ايه. بياخدها لأوضته وبيفهمها ان الأوضة اللي في ريح اوضتها هي كانت في الأصل أوضة نوم المركيزة، بس طبعا عمنا اليوت مش هيقول لها انها امه عشان ليليا مفكرة ان هو اخوها. بس خلونا ما نجريش بالاحداث ونكمل. هو قال لها ايه الأوضة دي كانت خاصة للمركيزة، ولما ماتت باب الأوضة انقفل ومحدش ناوي يفتحها ولا حتى أنا. في المستقبل لو لقيتي صعوبة إنك تنامي في أوضتك مرة تانية فأنا هكون موجود هنا لما تحتاجيني. عمنا اليوت بيلحق نفسه قبل ما يعمل أي اشتباك. طبعا انتوا عارفين الاشتباكات بتبقى عاملة ازاي. المهم ان هو بيمشي بعد ما الدكتور جه، وبالليل بيكون سرحان وتايه وبيفكر في حاجة هتوضح لنا القصة دي. اليوت بيطلع ان هو في الأصل ابن المركيز، وان أبوه اتبنى طفل من الملجأ. طبعا عرفته من الشخص ده. ايوه بالظبط، ده اخو ليليا واللي اسمه بالمناسبة ويليام، وعمنا اليوت منتحل شخصيته اسمه عشان يخدع ليليا بان هو اخوها. بس اختنا ليليا مش فارقة معها اخوها ولا مش اخوها. إليوت كان بيكره ويليام في الأول، بس لما إليوت عرف عن حالة ويليام وإن هو بيدور على أخته، فإليوت بيقرر إن هو يساعد ويليام، وهنا علاقتهم بقت تتحسن. بينتهي الحلم وبيصحى عمنا إليوت وبيروح يطمن على أختنا ليليا. طبعا بيلاقيها في 7 نومة. بيسيبها وبيمشي وهي أصلا بتصحى بعد مدة، وبتقعد تشمشم في المخدة عشان فيها ريحة إليوت. شوفوا البنت المنحرفة، وده كله وهي فاكرة إن هو أخوها. مفيش فايدة. ليليا قلبها بيجع في رجليها أول ما شافت الخادمة. هل شافتني وأنا بشمشم في المخدة؟ لأ، هتفكرني قليلة الأدب. خلونا نكمل. البطلة طول الوقت بتفكر في أخوها وبتحاول تقنع نفسها إنهم عيلة، وما ينفعش يبقى عندها أفكار شمال. بس طبعا القلب ما يهون. الأخت كل شوية نظرها عليه، حتى إليوت أخد باله من نظراتها. والمشكلة هنا إنها حاولت تخبي توترها بإنها عاوزة الملح. مش عارفة حكاية الملح في الموضوع، بس هي كانت عاوزة الملح وهو اللي بيديها الملح. إيده لمست إيدها، وهنا بيحصل رعشة كهربائية. البطلة مش على طبيعتها خالص، وإليوت اللي قاعد بيفكر كده، والنظرة دي وربنا مش مريحاني، بس هو شكله مستمتع بكده. بعد كده بتكون ليليا بتمشي في أمان الله لحد لما تسمع خادمتين كده بيتكلموا عن ليليا وامتى هي تمشي زي بقية البنات اللي جوه القصر. السيد إليوت فعلا مسكين، معك حق، بس اللوم على السيد ويليام، هو السبب في كل اللي بيحصل. ليليا بتقول إليوت مين وبتروح تدخل في المحادثة اللطيفة دي. قولولي بقى يا حلوين عن اللي انتوا كنتوا تتكلموا عليه من قد شوية. احنا اسفين بجد، ما كانش قصدنا والله. مين هو إليوت ده؟ جاوبوني حالا، مين هو إليوت؟ هل هو ابن المركيز؟ ما تتكلميش خلاص، بما انكم مش راضيين تتكلموا فانا هسمع القصة من اخويا احسن. لا استني، السيد إليوت هو ابن المركيز. طب فين إليوت ده؟ هو مات من 6 سنين. المهم ان ليليا بعد ما بتسمع اجابة الخادمة بتخليهم يمشوا، بس بتحس بزعل ان اخوها ما قالهاش على الحوار ده، وشكها على موضوع إليوت بقى يزيد. ولما اخوها بيوصل من رحلته بتطلب منه ان هما يتكلموا شوية. طبعا هدفها من الكلام انها تعرف ابن المركيز اللي هو إليوت، بس هي هتوصل ليه السؤال بطريقة غير مباشرة. فبتقوله انها شافت حصانين في الاسطبل. الحصانين دول بتوع مين؟ بما اني واحد منهم كان للمركيز، طب التاني مستحيل يعني ان الحصان ده هيكون ليا. ليه لا يا عسلي؟ اخويا. انا بهزر، الحصان التاني كان لصديق ليا. طبعا اول ما ليليا تسمع كلمة صديق فبتنزل على إليوت بأسئلة كتير، وإليوت لما بيشوفها انها مصرة انها تعرف فبيقول لها ان صديقه ده مات وترك حصانه هنا. اسمه كان ايه؟ كفاية، انا مش عاوزة اتكلم في الموضوع ده. ايه ليليا؟ هل شايفاني شخص مخيف؟ لا. طب ليه بتتوتري لما تكوني معايا؟ فاكرة اليوم اللي جيتي فيه اوضتي بالليل؟ ليه مشيتي على طول؟ لأن كلامك كان صح المرة اللي فاتت. كلامي كان صح من الناحية الأخلاقية بس،
هل انتي فعلا حاسة بإننا عيلة؟ انتي لما شفتيني لأول مرة هل حسيتي برابط دم بيني وبينك؟ طب شايفة إذا كان فيا شبه من أبونا؟ أنا مش عارفة. أنا متفهم. لو عندك أي أسرار مش عارفة تقوليها لحد فقوليها ليا أنا. أختنا ليليا هنا بصة كده ومش مصدقة، وتحسوا نظراته مطمنش. بتدخل رئيسة الخدمة عشان تنادي عليهم بما إن العشاء جاهز. كنا هنقول هنتخطى المشهد ده بس المؤلف هنا بيحب الواقعية شوية. أول ما رئيسة الخدم تمشي فعمنا إليوت بيكمل كلامه مع ليليا ويقول لها إن تعبير وشها دي هتفضحها وأحسن ليها تحفظ أسرارها كويس. قصده إن نظراتها فيها قلوب أول ما بتشوفه. نظرتك ليا يا حلوتي بتؤلمني. بتسائل لو ما كنتيش عاوزة نكون عيلة. على العموم احنا ما تربيناش مع بعض، يعني علاقتنا كأخت وأخ مش عميقة. لا ده غلط. ما تعليش صوتك، أنا عاوزة أكون واضح معاكي. آنسة ليليا أنا بحبك، عشت حياتي كلها وأنا بفكر فيكي. لا إحنا مرتبطين بالدم، ما ينفعش اللي أنت بتعمله. ما تخافيش، لو عاوزة الموضوع يفضل سر بيني وبينك فده هيكون سر بينا إحنا الاتنين للأبد. هستنى ردك. الأخت ليليا مش عارفة تعمل إيه، بس أنا حاسة إنها فرحانة بالموضوع. بس هنوقف لحد هنا لاني خلاص قررت اعمل فيديوهات صغيرة عشان اعرف انزل لكم اسبوعي. كمان 5 ايام ولا 4 تلاقوني نزلت الحلقة التانية. فمتنسوش انكم تدعموا السلسلة دي عشان استمر بالنشر شبه الناس الطبيعية. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.